السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السفه ديال الروز اللي كتجي الصراحه رائعه ولذيذه في المذاق، وغادي نحضرها معكم بواحد الطريقه اللي بسيطه وسهله بدون تعقيدات. يمكن لاي سيده انها تحضرها في البيت ديالها بواحد السرعه، وكذلك كتجي واحد السفه اللي رائعه ومعلكه، حيت غادي نضيف عليها واحد المكون اللي كيخليها انها كتجي معلكه وما كتجيش ناشفه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا راه كتجي فيها واحد التعليكه وواحد المذاق اللي رائع. انا متاكده الاخوات الا جربتوا هاد الطريقه اللي كنحضرها بها غادي تنال الاعجاب ديالكم. والا كنتم مهتمين بهذه الوصفه تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معايا الطريقه اللي غنحضرها بها. كنحتاجو في المقادير زلافه ديال الروز كلاصي، اي ما يسمى بالروز الاصفر الامريكي. البنات الا استعملتوا الروز الابيض راه كيختلفوا في الطياب. بالنسبه لهذا الروز انا غادي نقول لكم الطياب ديالو شحال غياخد معكم. وهنا غادي نعبروا بنفس الزلافه اللي عبرنا بها الروز غادي نعبروا بها الماء. كنحتاجوا هنا 4 زلايف ديال الماء. الا درتوا البنات 2 زلايف ديال الروز راه كديروا 8 زلايف ديال الماء. اما لا استعملتوا بحالي زلافه ديال الروز راه كديروا 4 زلايف ديال الماء، حيت الماء كيبقى على حساب الكميه ديال الروز اللي كتستعملي. وهنا غادي نضيف واحد الملعقه ديال الملحه، وغادي نضيف تقريبا 2 معالق كبار عامرين ديال الزيت النباتيه، وغادي نحركوا المكونات ديالنا على هذا الشكل. ومن بعد غادي نغطي الطنجره ديالي وغادي نوضعها على النار. بالنسبه للبنات المده ديال الطياب اللي غادي ياخد معكم هذا الروز تقريبا 15 دقيقه وغادي يطيب معكم. بالنسبه للعافيه في الاول كنديروا واحد العافيه اللي كتكون طالعه على هذا الشكل. ملي كيبدا يغلى لينا الروز على هذا الشكل كنقصوا عليه العافيه اللي كتكون متوسطه وكنخليوه حتى كيطيب تقريبا 15 دقيقه. كيكون طاب معنا الروز كيكون على هذا الشكل، ومن بعد غادي ندوز ناخذ الكسكاس ديالي وغادي نصفيه. كيف ما كتشوفوا معنا البنات الروز كيفاش كيجي على هذا الشكل كيكون طايب تقريبا. ودابا غادي ندوزو نصفيو الروز. هنا غادي الكسكاس اللي غادي نوضعو يفور فيه، غادي نوضع فيه الروز. ومن بعد غادي ناخد الماء اللي كيكون بارد وغادي نبدا نغسل فيه على هذه الطريقه. ضروري البنات انكم تغسلوا الروز ديالكم بالماء بارد على هذا الشكل. تقريبا واحد لتر ديال الماء غادي نغسلوا به الروز بحال هكا كيف ما كتشوفوا. بحال قلتي كنشللوه من داك النشا اللي كيكون فيه حيت ما غسلناش في المره الاولى. ومن بعد كنوضعوه انه كطلعوا التفويره الاولى. هنا وضعته في الكسكاس وغطيت عليه تقريبا 10 دقائق. غير كطلعوا غير كيفور معاكم كتزولوه وكتوضعوه في القصريه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلعتوا التفويره الاولى غادي نزولو وغادي نوضعو مباشره في القصريه اللي غادي نخدموا فيها. غادي نضيف ليه واحد الياغورت بيرلي. هنا استعملت الجبن الطري بيرلي. يمكن لكم البنات تعوضوه بياغورت ياغورت ديال بالنكهه ديال الفاني. انا هنا كنستعمل بيرلي والصراحه كيضيف واحد المذاق اللي رائع للسفه ديالكم. وكذلك يمكن لكم تعوضوا الياغورت بنيسلي الحليب المحلى حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي رائع. ولكن البنات الا درتو حليب محلى حاولوا انكم تنقصوا من الكميه ديال السكر كلاصي ولا ما ديروهاش كاع. هنا غادي نضع العلبه ديالي كامله وغادي نحرك بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نضيف الزبده. بالنسبه للبنات الزبده ما تستعملوش الزبده ديال العلبه. من الاحسن انكم تستعملوا الزبده ديال اللي كنتناولوا ديال العبار. كتجي الصراحه رائعه ولذيذه في المذاق. كتضيف واحد المذاق رائع للصفه حيت حتى الزبده كتلعب دور في المذاق ديال الروز ديالكم. وهنا من بعد ضفت واحد تقريبا 3 المعالق عامرين ديال السكر كلاصي وكنحرك بهذه الطريقه حتى كتذوب معايا الزبده. في الاول غنبدا نحرك بالمعلقه ومن بعد غادي نخدم السفه ديالي باليدين ديالي. كنتسنى عليها غير تبرد شويه ومن بعد غادي نخدمها باليدين على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. ونحاول انني كنخدمها
مزيان بهذه الطريقه باش الروز ديالي ما كتلتصقش مع بعضياتها، كتحل. وكيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دابت الزبده كامله، دابا غادي نرجع الروز ديالي تفور الفوره الثانيه. ولكن البنات الفوره الثانيه حاولوا انكم ما تغطيوش الكسكاس باش ما تعجنش معاكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا حيت السر كيبقى في هاد المرحله الثانيه، كتوضعوا الكسكاس ديالكم وما كتغطيوهش، كتخليو الفوره غير كطلع عليها وما كتغطاش باش الروز ديالكم كتنشف معكم شويه. على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا انا ما مغطياش الكسكاس، كنخليها تفور وما مغطياش عليها الكسكاس. ضروري البنات انكم ما تغطيوش، حيت لا غطيتو غادي تعجن معكم. وهنا من بعد ما تقريبا غنخليوها تفور 10 دقائق وغادي نزولوها. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما فورت الفوره الثانيه، دابا غادي ندوز نوضعها في صحن التقديم. صدقوني البنات هاد السفاره كتجي رائعه ولذيذه في المذاق ومعلكه. داك الياغورت اللي ضفنا عليها كيضيف لها واحد التعليكه اللي لذيذه، ما كتجيش ناشفه. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم الا جربتوها. غير تبعوا معايا البنات المراحل وان شاء الله الا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو نزينوها. انا هنا غنزينها باللوز اللي كنحمروه وكنهرمشوه على هذه الطريقه، وبسكر كلاصي وشويه ديال القرفه. وبالنسبه للاخوات اللي كيعجبهم الزبيب في السفه، راه يمكن لكم انكم ديروه مع الروز. كتديروه في التفويره الاخيره. في التفويره الثانيه كديروا الزبيب ديالكم في الكسكاس، ومن بعد كتوضعوا فوق الروز وكتخليوهم يفوروا مع بعضياتهم. ومن بعد ملي كتوضعوا الروز ديالكم في القصريه راه كتخلطوهم. انا الصراحه البنت ديالي ما كتاكلوش ليا، ما كتاكلش ليا السفه مع الزبيب. ملي كيكون الزبيب في السفه داكشي علاش ما درتوش. اما الاخوات اللي كيعجبهم الزبيب السفه راه يمكن لكم انكم ديروه حتى هو كيجي زوين. ومن بعد غادي نزينو بهذه الطريقه. وضعت السكر كلاصي في الوسط ووضعت القرفه ديالي، ومن بعد غادي نبدا نزين باللوز بهذه الطريقه. البنات اللي ما متواجدش عندهم اللوز يمكن لكم تعوضوه بالكاوكاو، ماشي بالضروري تكلفوا على راسكم. وكذلك وضعت البيض مسلوق في الجناب بالتزيين بسيط. البنات انا كنشارك معكم غير افكار اللي يمكن لكم انكم تزينوا بها، وكل اخت كتزين بالطريقه ديالها. وكنتمنى ان هذه السفه تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم البنات كالعاده ما تبخلوش عليا بالبارطاج. حاولوا البنات انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الحباب والصحاب باش تعمل فائده وباش الصفحه ديالنا تزيد تكبر. وكذلك ما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير زوينين اللي كيحفزوني اني ندير لكم بحال هاد الفيديوهات. وغنقول لكم الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله في وصفه جديده.